السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة كده بقى هنتكلم مع بعض عن مجموعة الأخطاء اللي ممكن الأم تقع فيها وتدمر علاقتها بقى مع ولادها. مفيش أم في الدنيا ما بتتمناش إن علاقتها مع ولادها تبقى كويسة ويبقى في كده تفاهم وود كده متبادل. طيب أنا أعمل إيه بقى علشان ما أقعش في الأخطاء ديت؟ نبروز مع بعض كده الأخطاء دي دلوقتي علشان ناخد بالنا منها ونحاول نتجنبها. اول حاجه الشتيمه. ما بتهيألي بقى مفيش ام ما بتشتمش، اول ما تتعصب تبدأ بقى تشتم: انت حمار، انت غبي، انت ما بتفهمش. فالموضوع الشتيمة بقى، وخصوصا بقى انت غبي وانت ما بتفهمش، الحاجات دي يعني بتبدأ بقى ايه تستقر في مخ الطفل. يجي يذاكر: انا غبي، انا مش بفهم. فهتلاقيه الاستيعاب قل، هتلاقي موضوع المذاكرة مهما ذاكر مش بيحصل الدرجات اللي انتي نفسك يحصلها، حتى لو انتي متأكدة ان ده مش مستواه. خلاص هو بقى ده انا غبي. يجي يعمل حاجة، الموضوع ده كمان مش هيبقى وهو صغير بس، لا ده لما يكبر كمان كل ما يجي يعمل حاجة يفتكر: انا ماما قالت لي ان انا فاشل، لا انا مش هقدر اعمل الحاجة دي. فنبعد خالص عن المصطلحات دي او عن الشتيمة. المقارنة، المقارنة ديت كفيلة انها تدمر اي علاقة، مش هتدمر علاقتك بالطفل بس، لا دي ممكن كمان تدمر يعني علاقة الطفل باخواته. تبقى فيه بقى كراهية كده وغيرة وحقد، يبقى خلاص بقى هو مش طايق اخواته بسبب ان انتي طول النهار بتقارنيه باخواته، او ان انتي بتقارنيه بحد بره. شوف فلان جايب درجات اعلى منك، بص اخوك اشطر منك ازاي. فالموضوع المقارنة ده موضوع صعب جدا، يا ريت نبعد عنه. النقد بقى، ان احنا ما وراناش حاجة طول النهار غير ان انا ابدا اشوف اخطائه: بص انت بتعمل ايه، بص كده ينفع اللي انت بتعمله دوت. اي حاجة كبيرة صغيرة ابدا اعلق عليها، لا ما هو مش كل حاجة نعلق عليها. السلوكيات اللي ما ينفعش اسكت عنها فهي دي اللي انا اعلق عليها، هي دي اللي انا اتدخل وابدا انقضها. طب حاجات ينفع تعدي كده، لا نعديها، ما نقفش عند كل حاجة. طب الإحباط برضو، الإحباط دوت يعني غلط برضو، يعني أنا بعتبره كبير جدا، لأنه ممكن بعد كده يخلي مفيش نجاح. يعني يبدأ بقى إيه، يحس إن هو فاشل، مش قادر يعمل حاجة، محبط، ما عندوش دافع. أقعد بقى أنا طول النهار أقول له إيه: أنت كسلان، أنت مش هتتحرك من مكانك، أنت فاشل، أنت مش هتقدر تعمل الحاجة دي. لا بلاش نقعد نحبط في ولادنا، يعني الموضوع ده ممكن يدمر برضو علاقتك بولادك. المعلومات الغلط بقى، بلاش بقى نقعد عند الولد: الرجالة ما بتعيطش، لا اوعى تعيط كده، لا هو يعيط عادي، الرجالة بتعيط مفيش مشاكل، لان الراجل في الاول وفي الاخر هو بني ادم، هو عنده احاسيس زيه زي يعني الولد عنده احاسيس زي البنت، الراجل عنده احاسيس زي الست. فعادي انه مثلا ممكن يحصل موقف ويعيط فيه، مفيش مشكلة. الفضيحة بقى، يعني الفضيحة دي ما شاء الله موجودة عندنا يعني بشكل كبير جدا. تيجي الأم إيه، يجي ابنها جايب درجات وحشة، أول ما أختها تدخل: شفتي، تعالي اتفرجي بقى ده جايب درجات ايه. يعني هي ناقص تنادي على الجيران: يا ام فاروق تعالي شوفي ابني عمل ايه. ده درجاته زي الزفت، ما شاء الله ده جاب كحك والسكر عليكم باذن الله. ونقعد بقى نهزر ونتريق وفاكرين ان الموضوع عادي، وهو اصلا عمال يدمر يعني حاجات كتير جواه، وانت كده بتكسري كده روابط قوية بينك وبينه. التهديد بقى، طول ما احنا قاعدين: ده انا هكسر رقبتك، ده انا هقوم دلوقتي اعلقك في المروحة. التهديد بقى اللي هو الغير منطقي ده: ده انا هجيب لك امنا الغولة تاكلك. لا التهديد المستمر ده بقى برضو حاجة فاشلة جدا، يا ريت بقى نبعد عنه. طب الحب المشروط، يعني ايه الحب المشروط ده؟ يعني اقول له ايه: انت لو سمعت الكلام انا هحبك، لو قمت عملت الواجب انا هحبك. لا هو انا بحبك عشان انت ابني، لكن اربط بقى الحب ده بحاجة، لا ما ينفعش. التقليل، ان انا اقلل من اي مشكلة هو داخل لي بيها. يعني جاي بيقول لي ايه: يا ماما ده انا النهارده اتخانقت، هو متعصب بقى ومتضايق: ايه في ايه؟ ده انا اتخانقت مع واحد صاحبي وبصراحه زعلنا مع بعض كده وما تصالحناش، هو روح وانا روحت متضايقين فانا زعلان. طب ايه يعني المشكله؟ ايه انت عاملها بقى حدوته ومكبر الموضوع؟ حبيبي عادي، كل الاصحاب بتتخانق. لا ما ينفعش، انا كده قللت
من مشاعره، ما وصلتلوش ان انا فاهمه، لا انا فاهمه وحاسه بيك. انا عارفه ان الموضوع يضايقك، اتكلم بشكل تاني. لكن حته بقى ايه، لا عادي، ايه المشكله؟ انت مكبر الموضوع، مديله اكبر من حجمه. بلاش تعملي كده حاجز او جدار بينك وبين اولادك، اللي هو بقى ايه، مفيش، ما احضنهمش، ما بصهمش، على طول كده كلامي ناشف معاهم. لا، خلي بقى دايما في ود كده متبادل بينك وبين الولاد. يا رب اكون فدتكم، ويا ريت بقى تكون كل ام كده كتبت مجموعة الاخطاء ديت علشان تاخد بالها منها وتبدأ تفكر نفسها بيها. كل ما تقع في غلط من الغلطات ديت، هاتي بقى اعملي نجمة كده وقولي ده انا ايه، انا عملت الغلط دوت مرة، عملته مرتين، لا انا هحاول اقلله وابعد عنه. وان شاء الله يعني علاقتنا باولادنا تبقى قوية وربنا يبارك فيهم ويحفظهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.